السلام عليكم. فيديو النهارده مميز جدا لان هعمل وصفتين في فيديو واحد، والوصفتين لهم علاقه ببعض. يعني هعمل فاهيتا الفراخ باللون الخطير والطعم الفظيع اللي انتوا شايفينه دوت، وكمان هعمل معاكم الكريب. بقول لكم ازاي نطلعه رقيق وكمان ما يتقطعش معانا ونطبقه كده بسهوله ويكون طري ويكون كمان طعمه حلو. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي علا. يا ريت ما تنسوش تعملوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك. لو بتشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا متابعه على قناتي على اليوتيوب. يلا بينا بسرعه نبدا في الفيديو. اول حاجه هنجهزها نص ربع كوبايه من زيت الزيتون او اي زيت نباتي موجود عندنا، وكمان عصير ليمونه كبيره، وبشر من الليمون. بيدي يا جماعه للفراخ طعم حلو جدا. يعني نمسك ليمونه كده نبشرها، ناخد الجزء الاصفر بس كده من بره، وفص من الثوم. البهارات بقى اللي احنا هنستخدمها ملح وفلفل اسود وبابريكا وثوم باودر وبصل باودر، وكمان شويه صغيرين من الزعتر المجفف. هنقلب بقى كده كل الخليط مع بعض. بعد كده اكون طبعا محضره الفراخ، اكون غسلاها كويس ومصفياها. هننزل بيها في التتبيله. اي تتبيله فراخ يعني يفضل ان احنا نسيبها قبلها بليله. لو الوقت مش متوفر او مش مجهزين نفسنا قبلها بيوم، ممكن نسيبها بس في التتبيله ساعتين. انا كده غلفت كل الفراخ بالخلطه. هنغطيها بقى ونسيبها كده في التلاجة ساعتين لحد لما نجهز ونشوف الخضار اللي احنا هنضيفه مع الفاهيتا. انا قطعت شويه كده من الفلفل الاصفر وفلفل احمر وفلفل اخضر وبصل، وممكن بقى فلفل حار، بيبقى حلو جدا مع الوصفه ديت. هنقطعها كلها شرايح بالطول كده زي ما انتوا شايفين. هنسيبهم بقى على جنب لحد لما نشوف هنعمل ازاي الكريب الحلو دوت. انا جبت 3 كوبايات من الدقيق ورشه ملح وفنجان صغير من زيت الزيتون او ممكن برضك اي زيت نباتي، وبيضه. وكل كوبايه من الدقيق بتاخد كوبايه من الميه او كوبايه من اللبن على حسب ما متوفر عندكم. والنتيجه برضك لما نعمله بالميه بيكون النتيجه حلوه جدا. هنقلب بقى لحد لما الخليط كله كده ينعم معانا زي ما انتوا شايفين، وممكن رشه فلفل اسود صغيره جدا عشان بس زفاره البيض. وبعد بقى لما نقلبه كويس ويختلط ببعض كويس، هنبدأ ان احنا نصفيه في مصفى ضيقة عشان نتأكد ان الخليط ما فيهوش اي تكتلات، وكمان يكون ناعم جدا ويدينا نتيجة كويسة. يعني لما او ممكن كمان نعمله في الخلاط لو انتم مش عايزين تضربوه بايديكم، يعني ممكن في الخلاط وبعد كده برضو نصفيه. حتى لو عملناه في الخلاط هنصفيه يا جماعة. هنجيب بقى كده الطاسة اللي هي بتاعت الكريبة، ندهنها شوية زيت او شوية سمنة، وهنسخن الطاسة كويس جدا على النار. يعني نحاول كده ان احنا نخليها سخنة من كل جزء فيها. وبعد كده نرفعها من على النار وهننزل بكبشتين او 3 على حسب حجم الصينية عندكم. وانتوا اول مثلا واحدة ممكن تطلع معاكم مش مظبوطة، ممكن تطلع معاكم تخينة. بعد كده هتعرفوا الطاسة اللي عندكم هتاخد كمية قد ايه بالظبط. بس على قد ما نقدر عشان ناخد نتيجة كويسة عايزين الكريب بيكون رقيق. لما بيكون رقيق بيكون حلو جدا. افضل طبعا لما يكون سميك، او افضل لما يكون السمك بتاعه تخين يعني. هنشيلها بقى يدوبك بس كده. احنا عايزينه كمان يستوي، يعني مش عايزين ياخد لون بسيط كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده نشيله، يعني ما نشيلهوش وهو ابيض قوي او هو ني عشان ما تحسوش ان انتوا بتاكلوا في عجين. لا، احنا عايزين الكريب نفسه كمان يستوي. تمام. بصوا كمان انا كنت نفسي ارفعها يعني كده واقلبها، بس انا خفت تطير في وشي فما اتجرأتش ان انا اعمل الحركه دي قدام الكاميرا. عملت بقى كل الكميه بنفس الطريقه. وممكن كمان احنا بعد ما نطلعه، بصوا بقى بيتطبق بسهوله جدا معانا. مجرد لما يتطبق كده ونفرده بسهوله وما يتكسرش معانا او يتقطع، اعرفوا ان ده كده كريب ناجح معانا. هنشوف بقى ازاي الفراخ بعد ما تبلناها وقعدت ساعتين في التلاجة. هنجيب شوية سمنة او شوية زيت ونسخنهم كويس جدا. بعد كده ننزل بالفراخ. عايزين اهم حاجه تكون طاسه سخنه قوي علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. مجرد لما تاخد لون من تحت هنحاول ان احنا نقلبها الناحيه التانية. ممكن كمان بعد بقى ما تاخد لونين كده من ناحيتين، ممكن ان احنا نغطيها ونسيبها مثلا لمده ربع ساعه عشان نتاكد ان هي استوت جدا. بعد بقى ما كده شربت كل السوائل اللي فيها تمام، هنشيلها. هنقطعها بقى شرايح كده زي ما انتوا شايفين. لو احنا قطعناها قبل ما نسويها مش هتاخد اللون دوت وهتنزل ميتها ومش هتدينا النتيجة دي خالص. يعني لو قطعناها وسويناها هتبقى نتيجة مختلفة تماما يعني. فانتوا جربوها، صدقوني بالطريقة دي هتعجبكم جدا.
والخضار بقى اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، بعد ما شلنا الفراخ هننزل بالخضار برضو، هنديله كده تشويحه سريعه. احنا عايزين الخضار يعني ما يتبلش قوي، يحافظ بس على القرمشه اللي فينا، انا بحبه مقرمش شويه عشان ما يكونش كده دبلان، فيا دوبك نديله بس تشويحه كده اهوت لمده مثلا 3 4 دقايق بالكتير، او ما كترش عن كده. بعد بقى ما كده الخضار يعني يتشوح تشويحه حلوه، هنرجع تاني بالفراخ، وبعد كده يا دوبك تسخن مع الخضار ونطفي عليها. بصوا بقى الكريب عامل ازاي اللي احنا جهزناه، بجد خطير يا جماعه، خطير يعني. طري جدا ولا شقق معايا ولا تقطع ولا اي حاجه خالص. بصي يعني امسكه كده اطبقه افرده اعمل فيه اللي انا عايزاه يعني ما بيحصلهوش اي حاجه خالص. بصوا بجد خطير. انا هكتب لكم كل المقادير في اول كومنت او في صندوق الوصف، يعني المقادير هكتبها لكم تاني. ان اهم حاجه كل كوبايه دقيق بتاخد كوبايه من الميه او كوبايه من اللبن، وكل 3 كوبايات دقيق بنضيف عليهم بيضه واحده بس وشويه من الملح. ونفس الكريب برضو اللي احنا عايزينه يكون كريب حلو، هنضيف بدل الملح سكر ويدينا برضو نفس النتيجه. هنطبقه بقى كده هنقسم الكريباية على 2، يعني هنطبقها وهنضيف فيها الفاهيتا اللي احنا عملناها. يا جماعة بجد الفاهيتا دي طعمها حلو جدا بالتتبيلة بتاعتها، بجد خطيرة يعني خطيرة. تمام. بدل بقى ما نشتري الواحد ب70 جنيه و80 جنيه والاسعار الغريبة اللي احنا بنشوفها ديت، لا احنا نعمله كده بنفسنا في البيت، ومش هتاخد مننا وقت ولا مجهود، وسهلة جدا جدا، وفي الاخر كده الولاد هيتبسطوا والبيت كله هيفرح يعني بالوصفة ديت. شايفين بقى بصوا رقيق ازاي. تمام كده انا خلصت الكميه كلها. هنرجع بقى بيه تاني على اي طاسه موجوده عندنا، هندهنها بس كده شويه سمنه او شويه زيت، هنديله بس كده تحميصه، بياخد قرمشه كده حلوه من بره، وبيبقى كده كريسبي، بيبقى طعمه حلو جدا. اهم حاجه لازم يعني ما ينفعش احنا ناكله ني كده على طول، لا نديله التحميصه دي عشان يدينا النتيجه الحلوه. بصوا بقى الجمال يا جماعة، بجد كانت يعني أكلة حلوة جدا جدا، والبيت كله كان مبسوط وحاسين كده ان احنا قاعدين بره بناكل. فجربوها واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير بفيديو جديد، وباي باي.